السلام عليكم ورحمة الله. فواحد الخبر جديد كيخص القوات الجوية الملكية، واللي قريبا غادي يبداو يتسلموا مروحيات النقل والتدريب والإنقاذ جديدة كليا من نوع H135، واللي كيتم تصنيعها في مصانع ايرباص في ألمانيا. وحاليا بانوا بزاف ديال المروحيات المغربية وهي في مراحل التجريب. أما التمويه الرسمي اللي اختارته القوات الجوية الملكية لهذه المروحيات فهو كيف كتشوفوا في الصورة، التمويه الأبيض والأزرق الغامق. هاد التمويه هو اللي ولينا كنعتمدوه في طائرة التدريب، وسبق لينا درناه حتى في طائرة التدريب المتقدم من نوع تيستا تكسان. وحسب المعلومات في المغرب خدا من هذه المروحية عدد ديال 24 باش تكون كطائرة تدريب لطياري القوات الجوية الملكية، وفي نفس الوقت تدير مهام النقل والإنقاذ. وغادي نبدلوا بها المروحيات القديمة اللي عندنا من نوع بيل 206، واللي حتى هي كانت كدير نفس المهام. هاد المروحية الجديدة كتقدر تهز 6 ديال الركاب، مع إمكانية الطيران سواء بطيار واحد أو بجوج طيارين. إضافة أن عندها قمرة قيادة جد متطورة وسرعة قصوى كتوصل ل 250 كم في الساعة، وكتعتبر من أفضل مروحيات التدريب اللي كاينة في العالم حاليا، وكتخدم عند العشرات ديال الدول سواء بالنسخة القديمة أو النسخة الجديدة. وحتى من البحرية الأمريكية اختاروها باش تكون مروحية التدريب الرئيسية ديالهم. هاد المروحية عندنا حتى النسخة السابقة ديالها واللي كانت سميتها OC 135، واللي كتخدم عند الدرك الملكي، بالإضافة لأختها الأكبر منها وهي H 145، واللي حتى هي كتخدم عند الدرك الملكي، واللي كان في آخر سنتين كان زاد منها عدد ديال 9 ديال المروحيات. قواتنا المسلحة بدات في برنامج ديال تحديث وتطوير سلاح المروحيات بشكل كامل، واللي غادي ناخدو فيه العشرات من المروحيات الجديدة فحال بلاك هاوك والشينوك وبيل 412. حتى لهنا غادي يكون الفيديو سالا، نتلاقاو في الفيديو القادم، مع السلامة.